انا مديره وبقول لك لو شفت ال3 علامات دول في الشغل معناها انك ممكن تترفد للاسف. وركز معايا في اخر واحده. اول علامه سحب المسؤوليات، فجأة شالوا منك كل المسؤوليات المهمة. لا مش الهدف ان هم يريحوك، ما الهدف ان هم يطرقوك. فببساطة مش عايزين يعتمدوا عليك في حاجات كبيرة هتحتاج انك تكون موجود بعد كده. تاني علامة، كنت بتاخد فيدباك سلبي وفجأة اختفى. لو مفيش فيدباك خالص دي حاجة تخوف مش تريح. هم تقريبا اقتنعوا ان مفيش فايدة في الكلام معاك. تالت علامة، استبعادك من ميتينجز ومشاريع مهمة. تلاقي اسمك مش موجود في بروجكت أساسية كنت مفروض تكون فيها، تلاقي نفسك مش included في invite لميتينج مهم كنت دايما هتكون فيه. ده معناه exclusion واضح وإنك خلاص بره الصورة، وده مقصود لأن محدش هيعتمد على حد ماشي بعد شوية. ولو لقيت الإشارات دي لازم تتصرف، يا تحاول تحسن وضعك في الشركة يا تخش على بلان بي. حاول تتكلم مع مديرك وتاخد ستيبس حقيقية للتحسين، وده الأحسن من وجهة نظري. لكن الموضوع خلاص مفيش منه رجعة، خش على بلان بي إنك تعمل أبديت للسي في بتاعك وتدور على شغل جديد. والسي في بتاعك لازم دايما يكون أبديتد لأنه لايف دوكيمنت. خليك متابعنا عشان تعرف تعمل أبديت للسي في إزاي، واكتب لنا بلان بي لو بتمر بالموقف ده عشان نقدر نساعدك. Let's Nova Mind.